مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض المسخن الفلسطيني. بصوا، دي تاني مرة انا اعملها، بس بجد من الاكلات اللي انا شخصيا بعشقها. حلوة جدا جدا بجد، شابوه لكل اهل فلسطين اللي عرفونا على الاكلة الحلوة دي. اكلة جميلة جدا يا جماعة، اللي لسه ما جربهاش فعلا فايته كتير. انا المفروض ان انا جايبة الوصفة الاصلية بتاع فلسطين. ويا ريت برضو لو حد بيتفرج علينا بقى من فلسطين يقول لي انا كده ماشيه على الخطوات بالظبط ولا في اي حاجه، بس انا المفروض جايباها الوصفه الاصليه بتاعت اهل فلسطين. ودي تاني مره اعملها، وبجد انا مبهوره بيها، يعني انا مبهوره بحلاوتها وطعمها اللي تحفه. بجد يا جماعه، المقدمه بتاع الاكله دي مختلفه عن اي اكله عملتها على القناه، عشان هي فعلا بجد تحفه. مش عايزه اوصف لكم هي عامله ازاي، لحد لسه ما جربهاش هو فايته كتير جدا يعني. اكيد اكيد نجربها بعد الفيديو ده، لان هي اكله تحفه جدا. ويلا بينا نبتدي في الطريقه على طول، عشان حاسه ان انا طولت عليكم. هنجيب اول حاجه معانا كيلو من البصل. هي بتحب البصل الكتير الاكله دي. تمام، هنجيب كيلو هنقطعه بنفس الطريقه كده اللي انا موريها لكم. تمام، وبعد كده هنزل عليها بقطع الفراخ طبعا المغسوله كويس جدا ومتصفيه. انا هنا معايا فرخه. انا الفرخه مقطعها على 6 قطع. الجزء اللي تحت مخليها قطعه عادي على بعض، لكن اللي فوق قطعته على قطعتين. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نتبل الكلام ده كله مع بعضه. هنحط عليه معلقتين كده من الملح عشان تكون متبله كويس. تمام، وبعد كده هننزل بمعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الحبهان، ومعلقه من الكمون. تمام، ممكن نضيف شطه لو حد حابب ان هو يضيف لها شطه، بس انا هنا ما حطيتش شطه. تمام، وبعد كده هنحط طبعا الملك الاساسي بتاعنا السماق في الاكله دي. بصوا، هنحط مثلا بتاع 3 معالق كده سماق، لان هي اساسيها السماق. وهنحط ربع كوبايه من زيت الزيتون. تمام، اكيد لازم يبقى زيت زيتون. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعض حلو قوي قوي. بصوا يعني، احنا هنحط كل حاجه على بعض زي ما انتوا شفتوا. وهنقلبها حلو قوي بحيث البصل والفراخ يبقوا متشبعين جدا جدا بالتوابل. بصوا بقى، بالنسبة للسماق عشان فيها يعني حوارات كتير هنا في مصر. أنا المفروض جايباها من حد مضمون، فأنا مش عارفة هل السماق دي السماق الأصلي ولا لأ، لأن في طبعا أصلي وفي مش أصلي. فأنا مش عارفة، أنا سمعت إن السماق الأصلي مش موجودة غير في فلسطين، فأنا مش عارفة اللي أنا استخدمتها هي أصلية ولا لأ، بس هي ادتني نتيجة حلوة. يعني لو حد بقى بيعرف يفرقهم عن بعض ممكن يقول لي هي دي أصلية ولا لأ. تمام. وبعد كده حطيناهم بقى في التلاجة. انا عملتها من بالليل، سبتها لحد تاني يوم. ممكن اقل حاجة يعني ساعتين، لكن مش هيبقى اقل من ساعتين. وبعد بقى سيبناهم في التلاجة لتاني يوم، هنبتدي بقى ان احنا نطلعها من التلاجة ونبتدي نطلع الفراخ بتاعتنا ونحطها في الصينية. الفراخ بس، يعني لو في اي بصل بشيله. تمام، ده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما سبتها زي ما انتوا عارفين يوم في التلاجة، بيتها يوم في التلاجة. هنقفلها بقى دلوقتي الصينية حلوة قوي قوي، وندخلها الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. بس كده، ويبقى احنا عملنا أول خطوة معانا، خطوة الفراخ. تمام. وبعد كده بقى نيجي للبصل بتاعنا. بصوا، هننزل بكمية البصل بتاعتنا كلها بالزيت بالتوابل. في حلة ونسيبها على النار. أول دقيقة بس لحد ما الحلة تسخن، هتبقى على نار عالية. وبعد كده نوطي على النار ونسيبها تستوي على نار هادية خالص. كده. ودي كده خلاص بعد ما قعدت ساعة في الفرن، دي كان شكلها خلاص، هي الفراخ بتاعتنا استوت زي ما انتوا شايفين. هندخلها بقى الفرن تاني ربع ساعة ونشغل الشواية عشان تاخد اللون الجميل بتاعنا ده. ودي كان شكلها بعد ما طلعتها بعد الربع ساعة. بص، هو المفروض الوصفة أساسيها صنوبر، تمام، بس أنا ما كانش متاح عندي صنوبر، فجبت لوز وحطيت عليه مية سخنة. وهنسيبه في المية يعني هي 5 دقايق بس. نيجي بقى نبني الصينية بتاعتنا بتاع المسخن. بصوا، أنا هنا جبت العيش ده أنا اللي عملته في البيت، ده العيش بتاع المسخن يا جماعة. وبعد كده خدت دي المية والزيت اللي هو كانوا في البصل اللي هو كنت حاطاه في حلة على النار. جبت كبشة كده وبعدين بشبع بيها العيش خالص زي ما انتوا شايفين. العيش لما بيكون متشبع بالمية بتاع البصل وزيت الزيتون، مش عايزة اوصف لكم طعمه في حتة تانية.
بعد ما شبعته كويس كده بالميه هنزل عليه بالبصل اللي انا كنت برضو سويته على النار. بصوا انا قصدت ان انا البصل ما اقطعوش صغير قوي عشان لما يدبل ما يدبلش خالص. تمام. بعد ما نزلنا بشويه من البصل نجيب الرغيف التاني برضو بتاع العيش، وهنعمل نفس اللي عملناه في الخطوه الاولانيه. هننزل برضو عليه بشويه من الزيت والميه، وبعدين بقيه البصل. كميه البصل يا جماعه دي بجد مش كتيره، هي اصلا اساسيه في الاكله بصل وطعمها تحفه جدا. نحط بقى عليها الفراخ بتاعتنا، وبعد كده هنرش برضو على الوش من فوق رشة من السماق، وندخلها بقى الفرن تحت الشواية تاخد لون تاني. هي لونها كان حلو بس هنديها لون تاني بسيط عشان العيش كمان ياخد لون بجد، وهتطلع هتبقى تحفة جدا. نيجي بقى للوز بتاعنا اللي احنا كنا حاطينه في مية. بصوا شايفين السهولة؟ يعني بجد مفيش اسهل من كده، هتحطوا يعني بايديكم كده ضغطة بسيطة جدا هتلاقوا ان هو طلع كده. خلاص الصينية بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن هننزل بقى عليها باللوز. طبعا الصنوبر لو متاح هيبقى افضل كمان من اللوز. وكله بقى احلى صينية مسخن هتدوقوها بجد تحفة جدا. وزي ما قلت لكم في البداية، لو في حد بيتفرج عليا من فلسطين يقول لي انا ماشية على الخطوات بالظبط، لو في اي حاجة برضو اكتبوها لي. واللي لسه مجربش الأكلة دي بجد على ضمانتي انزل جربها تعجبك جدا جدا. أتمنى بجد كلكم تجربوها لأن أنا شخصيا بقيت بحبها قوي قوي. وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات طلعت عاملة ايه. لو أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبكم بقى الفيديو المسخن التحفة بتاعنا ده اعملوا لايكات كتيرة، وهستنى رأيكم أكيد في الكومنتات. واستنوني فيديوهات جاية كتير، وصفات جاية أكتر. باي باي.